بابي اش ها هو. واش الخوت الا بغيتو شي دريساج يكون ناجح بحال هذا، اول حاجه خصكم تعرفوا شنو خاصكم تجيبوا باش تدريسيو هاد الوليدات بحال هكا. خليكم معنا في هاد الفيديو من الاول حتى الاخر. يلا نبداو الخوت الفيديو ديالنا. ليتس جو. السلام الدراري، صافا بخير كلشي مزيان. كيف ما شفتوا معايا في بدايه الفيديو، هذا الفيديو هذا غادي يكون على شنو هما الاحتياجات نتاع اي مربي ديال الطيور اللي باغي يدريسي شي وليد ديال اي نوع ديال الطيور، باغي يطلع فوق راسه ديال اي نوع ديال الطيور باش يتعامل معاهم في الوقيته ديال الدريساج. المهم الخوت، خصنا نبداو باول حاجه. فاش غادي ندير داك الفريخ، تقدر ديروه في كرتونه ودير في وسط منها النجاره، يعني في هذيك الوقيته ديال البرد وهادي. الا كان الصيف يعني في ديك الايامات الاولى تقريبا باش كتجيب الفرخ في عمره 20 يوم، غادي تشدو غادي ديروه في وسط ديك الكرتونه اللي فيها النجاره حتى يولي في عمر واحد الشهر ولا هادي. المهم يولي بحال هكا دابا باقي كيتدريسا. عاد تقدر ديرو في شي طاسه دير فيها حتى هي شويه ديال النجاره اولا شويه ديال الكياس ديال الخطوط باش كاع ما يوسخ حالته بداك البزق اللي يدير. المهم بالنسبه للكرتونه ما عنديش، ولكن عندي طاسه كيف ما كتشوفوا هي بحال هاد الطاسه هادي كتشد كدير فيها النجار. هي كيف ما كتشوفوا الخوت هي النجاره جبتها. كتمشي عند اي نجار كتقول له عافاك اخويا، لا عافاك عمي عطيني شويه ديال النجاره الله يرحمك الوالدين، لا ما تحتاج تشريها من عند مالي الفرع. بالنسبه للنجاره في الكرتونه ولا في الطاسه، هاد الكميه كافيه كتشدها كديرها هنايا، كتحط الفريخ ديالك. هذاك البزق اللي غادي يبزقو غادي يبقى يتلوى في هاد النجاره هادي وما غاديش يوسخ لك الريش نتاع الوليد ديالك. هاد النجاره هادي كتخليه يحس بواحد السخونيه واحد الدفء بحال اللي كتكون حاضنه عليه امو، يعني واخا كتجيبو في ديك العمر صغير ما كيأديش الوفاه ديالو بسبب فقدان درجه الحراره ديال الجسم. كيف ما قلت لكم هذه كديرها مع الكرتونه في الحاله باش كتجيب الفرخ في عمره 20 يوم باقي صغير، يعني باقي ما مكبرش الريش مزيان، يعني باقي خص اللي يحضن عليه. يعني كديروه في كرتونه وكتسد عليه، وفي ديك الكرتونه كتكون نجاره وكتبقى توكلو، كتبقى معتم بالصحه ديالو حتى الا مشى حتى برد الذات ديالو غادي يؤدي للوفاه ديالو. يعني اهم حاجه الكرتونه والنجاره في ديك الوقيته باش يكبر يولي بحال هذا الفرخ اللي عندي. عاد تشد ديرو في طاسه دير ليه شويه ديال النجاره، اول حاجه تسلم عليك دير ليه شويه ديال النجاره هنايا وتبقى تهتم به وتوكلو كيف ما هكا. واخا يطير خليه في داك البيت اللي حاطو في وسط هاد الطاسه فيها النجاره، اولا كيف ما قلت لكم طاسه بحال هادي فيها الكياس ديال داك الخطوط اللي كيقضيو فيه الحاش من الخطوط. داك الكياس الرقيق كديرو باش هذاك البزق ديالو كيهبط في داك الكياس، نفس الدور ديال النجاره ما تخليهش يتوسخ، ولكن لافونتاج ديال الاخر هو ما كيخليش حتى الريحه تنشف، يعني داك الكياس كيمتص الريحه ديال البزق. اما هادي مع المده الا توسخت ضروري كتعطي الريحه، يعني هادي تقريبا كل 4 ايام 5 ايام الا كثرتي بدل ليه نجار ودير ليه نجاره جديده. المهم نجيب لكم دابا الطاسه اللي داير فيها هذا الفريخ هذا وداك الكياس اللي دايرو معاه باش كيقضي حاجته فيه ولا كيبزق باش كاع ما كيوسخ حاجه. كما كتعرفوا الفرخ ملي كنت شريتهم من عند مواليهم خليتهم في الطاسه حتى جاوني كبار، ومع كانت الموجه ديال الحراره في المغرب كامل يعني جات مناسبه، يعني بلا ما نديرو في كرتونه كانت تزيد تخنقو. يعني عاوتاني قوه درجه الحراره كتهلك الفرخ، يعني خص تكون واحد درجه الحراره اللي ملائمه ما تكونش مجهده. كيف ما كتشوفوا هي الطاسه اللي دايره فيها، ها هو الكياس اللي دايرو هذا ديال الخطوط كيف ما كتشوفوا، ها هو هنا فين كيقضي حاجته. المهم الخوت هادشي بالنسبه فين غادي نحطو الوليد. دابا تفاهمنا على فين نحطو الوليد وشنو هما الفوائد ديال هذا الشيء اللي كنحطوه فيه. يعني من الضروري قبل ما تمشي تشري الفرخ خصك تكون وفرتي فين غادي دير الوليد وشنو غادي دير ليه وكيفاش تهتم بدرجه الحراره ديالو. هذه اول خطوه. ثاني خطوه كتجي انا وجدت المكان ديال الوليد ديالي اشنو خصني نوكل، بلا ما تقول لي يا اخي شرف غادي نمشي نجيب له السيليلاك وديال الدراري الصغار وندير ليه ولا نشد العدس الدرا ونطحنها، داكشي كامل ما منوش كيخرج على الوليد. كاين اللي غادي يقول لي نشد كوندا نصاب ليه غنوكلو، هي متفق معاك غادي توكلو غادي يكبر غادي يعيش الى سهل الله غادي يعيش لك، ولكن غتكون واحد العواقب. يقدر الفرخ ما يشدش المناعه ديالو يولي عرضه لاي مرض، يقدر الفرخ ما يقدرش يتعلم يطير، ما عندوش القوه
ديال الطيران اللي غادي تخليه يطير بواحد الاريحيه. يعني من الافضل تجيب واحد الماكله اللي كتكون مخصصه لوليدات الصغار، من بينهم الافانتيان. كاينين بزاف. المهم انا دابا كنوكلو بالافانتيان، شي اللي متوفر عند اغلبيه ديال مربين الطيور وفي اغلبيه ديال المحلات نتاع الفراخ. كيف ما كتشوفوا الخوت هي اللي كنوكل بها الفريخ ديالي. كنشد الافانتيان، كنشد واحد المعلقه هي دايره لداخل. هاد المعلقه هادي بالنسبه لحال هاد الفريخ كافيه، معلقه عامره ديرها في كاس وتخلطها بالماء دافي. ضروري الماء دافي. غتقول لي علاش الماء دافي؟ بحال ديك الماكله بحال اللي كتكون في الجوف اولا في الحويصله ديال الام ديالو اللي كتوكلها ليه، يعني بنفس الحاجه. شي الا كانت بارده ما غاديش تبغى تهضم ليه، وغادي يبقى يبان لك الفرخ ديما هاد الحويصله اللي كتكون عنده هنا فيها الماكله وغادي تجمد وما غاديش تهضم، وغادي يؤديو الى امراض ومشاكل اللي ما خصناش نطيحوا فيهم مع الفريخات وما باقيين في داك الحجم وداك الصغريه ديالهم. من الافضل الافانتيان خلطها بالماء دافي، يا كيف ما قلت لكم معلقه هي معلقه عامره في كاس، خلطها بالماء دافي. وكيف ما المهم بالنسبه للطرق ديال كيفاش توكلوا عادي جايين فيديوهات عنده على كيفاش كنوكلوا، كيفاش خص تكون الماكله في هذا العمر وفي العمر الاخر. المهم دابا في هذا الفيديو هذا تقدروا تكون موفر ليه الماكله من بينهم الافانتيه. كاينين بزاف عطاهم الله، اي ديك الخلطات ديال تصايبهم في الدار عادي ما مسلكينش الصراحه، عندهم واحد العواقب خايبه. راه بزاف ديال صحابي كانوا كيديروهم. وكاين اللي الفرخ اللي مات، كاين الفرخ اللي ما كيقدرش يطير، كاين الفرخ اللي دوزها شهرين من بعد الدريساج بدا كيمرض شي امراض اللي ما عمرهم ما طاحوا لنا على البال. هذا هو البلان الخوت. بالنسبه باش كتعرف عندك واحد الوليد وفرتي ليه البيت ديالو اللي هي الكرتونه ولا الطاسه والنجاره فيهم الماكله ديالو، كيفاش غادي نوكل الفريخ ما قادش ياكل الراس. شنو خصك دير؟ خصك توفر واحد الوسيله اللي تكون مساعدك في التوكال ديال الوليد اللي بحال هاد الابره هادي. هاي كيف ما كتشوفوا هاد الابره هادي شريتها من عند مالي الفراخ ب10 دراهم. كيف ما كنت كنقول لكم انا كنت كنصايبها لراسي، ولكن كيف ما كنتو عارفين خوكم شرف يعني كان كيقرا في المدرسه الفلاحيه تمارا، يعني ما كانش عندي الوقت اللي نوجد هادشي كامل. كنت وصيت مول الفراخ هو اللي بدا الدريساج معاهم، يعني باش جا هو عطاني هادي معاهم ولقيت موجود الماكله موجود الطاسه، يعني هو اللي تكلف لي بهادشي كامل. يعني انا ما تعذبتش. من وراها خديت الفريخات ديالي دوزت يومين في الرباط حتى لقيتهم دابا في ميدان الحصان الكبير. هذا هو البلان. هذه ابره مزيانه للدريساج كنصحكم بها. والا بغيتوني ندير لكم فيديو كيفاش تصايب ندير لكم فيديو، علاش لا خليوها ليا في الكومونتير. بالنسبه لي كومونتير اي اشكال عندك كيف ما كان على الفراخ خلي لي كومونتير غادي نجاوبك عليه، وانا كاع ندير لك فيديو باش نجاوبك عليه. كيتعلق بالفراخ، كيتعلق بالمدرسه الفلاحيه تمارا، اي حاجه جاتك على بالك باغي تطرحها مرحبا طرحها في كومونتير غادي نجاوبك عليها. كيف ما كتشوفوا الفرخ باغي ياكلها مولفه عيش. بالنسبه للخوت هذا هو البلان. بغيت نقول لكم يعني هذه الاساسيات ديال الدريساج. خص تكون عندك الماكله صافي يلا اش صافي انا نوكلك صافي يلا كليتي صافي. شاف لي برا هو يجعل. بغيت نقول لكم بالنسبه لهادو هما اللوازم الضروريه لاي دريساج نعاودوهم بالخف. خصك كرتونه دير فيها النجاره باش تحط فيها الوليد باش كيكون باقي صغير يبدا يكبر وكاينه الصد. غادي تشد طاسه فيها الكياس ديال القطوط وغادي تريسي بها، وكذلك غادي تشد الماكله الافانتيان ولا اي نوع ديال الماكله ماشي بالضروري تكون افانتيان، ويبرا ديك الافانتيان تخلطها بالماء دافي وتوكل على الوليد. هادو هما اللوازم ديال الدريساج نتاع اي فرخ. بالنسبه لهادو اللي عندهم المنقار مقوس شي كان البوقنين عندهم طريقه اخرى ماشي كرتونه، عندهم وسائل اخرى باش كتحافظ على درجه الحراره ديالهم. الا بغيتوها غادي نديرها لكم حتى هي، خليوها ليا في الكومونتير. بالنسبه لهادو هما اللوازم ديال الكالوبسيس الفيشر البيروج. كنتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، وكنتمنىكم تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد نتاع القناه، ودعم الفيديو بلايك باش يطلع لواحد اخرين ويستافدوا بحال اللي استفدتوا نتوما. كنتمنى يكون نال الفيديو الاعجاب ديالكم. يلا الخوت تهلاو حتى الفيديوهات الجايين. يلا بيس عليكم.